الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. باقي ساعات قليلة على الاقتراع ديال 4 شتنبر 2015. لذلك كوكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الجرار، أدعو جميع ساكنة وجدة وساكنة إقليم وجدة وسكان الجهة الشرقية أن يصوتوا بكثافة على هذا الحزب الفتي اللي جاب طموحات كبيرة وجا باش يغير واقع ديال الجهة وواقع ديال المدينة. لذلك نطلب منكم غدا إن شاء الله تصوتوا بكثافة باش يكون عندنا المجلس إن شاء الله ديال البلدية وتكون عندنا الرئاسة ديالو، لأن هذه الرئاسة ما كنتنازلوش عليها والمجلس ديال البلدية ما كنتنازلوش عليه. لذلك انما نعولوا عليكم نتوما. الا خدينا هذا المجلس باكتساح غادي يكون بكم نتوما ساكنه وجده، غادي يكون بكم نتوما سكان الاقليم. لذلك صوتوا صوتوا صوتوا. ففي هذا السياق كنحب نقول لجميع الساكنه ديال مدينه وجده ان واحد العدد من الاخبار والاشاعات اللي كتروج في المدينه مع الاسف من طرف حزب الاستقلال وخاصة وكيل لائحته عمر حجيرة أننا تحالفنا معاه، أننا درنا معاه اتفاقيات. فأنفي، أقول أنفي جملة وتفصيلا أن عندنا معاه شي اتفاقية أو أن عندنا معاه شي تحالف. لذلك ما نستمعوش لهذه الإشاعات هذه وصوتوا بكثافة باش هذا الحزب إن شاء الله هو اللي غادي يسير المجلس وهو اللي غادي يقوم بالتغيير وهو اللي غادي يغير واقع ديال هذه المدينة. في الأخير نشكركم على الثقة اللي غادي توضعوها فينا، وانا على يقين انكم غادي توضعون فينا هذه الثقة هذه وغادي نكونوا جديرين بها ان شاء الله، وغادي نخدمكم طوال السنوات القادمة، وغادي يكون التواصل دائما معكم والبيبان ديالنا غادي يكونوا مفتوحين لكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.